يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض يا جماعه فراخ مشويه ولكنها مش مشويه في الفرن. طريقه كده خطيره بجد وسهله قوي قوي، يعني بجد مش تاخد منكم وقت خالص. وهنعمل مع بعض رز بالزبده، رز ابيض مصري اصيل كلنا بنحبه وبنموت فيه. طبعا هنا يعني بصوا الفراخ بتقطم ورهيبة يا جماعة، فظيعة بجد، لازم تجربوها. بصوا متحمرة ازاي اصلا، فظيعة يا جماعة بجد، سهلة وبسيطة مش تاخد منكم وقت خالص. هنبدأ بالرز الابيض. عندي هنا مكعب من الزبدة او السمنة او زبدة وسمنة او زبدة وزيت سوري، او سمنة وزيت. طبعا الزيت اساسي عشان بيدي لمعة كده وبيخلي الرز مفلفل. بعد كده ببدأ احط الرز الابيض. عندي رز عادي جدا مغسول ولكنه مش منقوع، وبصفيه كويس وببدأ انزل بيه في الزبدة والزيت. طبعا نبدأ نشوحه كويس على نار هادية. وهنا حطيت معلقتين من الملح، وهرش رشة فلفل اسود. طبعا عاوزين تستغنوا عن كل ده وتحطوا مرقة مفيش مشكلة خالص. انا بحب اعمل رز بمية مش بشوربة، لان هو سهل قوي قوي ان هو الشوربة تحمض معايا في اي وقت، او لما بيتسخن تاني يوم بيبقى طعمه مش حلو. ببدأ هنا ازود المية، انزل بالمية عادي جدا، مية من الكتل، مية مغلية سخنة يعني، وبتبقى فوق الرز بعقلتين كده. بغطيه لحد ما يتشرب على نار عالية. وبعد كده ببدأ اوطي عليه واقلبه تقليبه واسيبه بقى ياخد كده ويدي مع نفسه. بعد كده فتحت عليه بعد تقريبا 7 دقايق. بحط له، يعني بصوا انا بحب الحركه دي قوي، في اي رز بعمله بزود له مكعبين كده من الزبده في النص، وهو خلاص قرب يستوي كده. وطبعا انا هنا دقت يا جماعه ما قدرتش يعني، ووطيت عليه وسبته شويه. طبعا هنا نضفت الفراخ وانا بغسلها بليمون وميه فقط، وبتطلع تحفه يا جماعه. بعد كده الرز عندي هنا قلبته تقليبه وهو خلص اصلا، يعني هو استوى بجد 10 دقايق وخلاص. بعد كده الفراخ عندي ميه مغليه عادي جدا. لو ظهر اي ريم زي كده بنشيله. طبعا هنا كنت بلعب عادي جدا. هنحتاج بصل وملح وفلفل وسبع بهارات، او بهارات مشكله، وورق لورا. ننزل بكل ده في الشوربه الجميله دي، ونسيب بقى كل ده ياخد ويدي مع نفسه. لو انتوا عاوزين شوربه حلوه يا جماعه تبداوا توطوا النار، تبدا تغلي وتوطوا النار، تاخدوا احلى شوربه. هنا بقى نعمل الوش، هنسلقها عادي. نعمل الوش عشان ندخلها الفرن تاخد وش تحت الشوايه. هنا عندي معلقتين من الزبده، كزبره، ملح، فلفل وسكر. تطلع خطيره يا جماعه. طبعا تقدروا تستبدلوا، طبعا هنا عندي معلقتين صلصه، تقدروا هنا تستبدلوا الزبده بسمنه او بزيت، او زبده وزيت عادي، او زيت بس براحتكم. بس بجد كانت بالزبده حلوه قوي. وزودت شويه ميه كمان مغليه عليها. بعد كده بقى طبعا هنا كنت بوريكم كنت عايزه اوريكم يا جماعه الفراخ استوت ازاي، يعني عشان البنانيت الصغيرين او اللي لسه يتجوزوا يعني الصدر وقع مني اصلا، اتقطع من كتر ما هو مستوي يعني ما شاء الله. بعد كده بقى بطلع الفراخ وبشيل الجلد. انا بحب احمرها من غير الجلد. بطلع بقى البصل وورق اللورا واحمرها معاها. اوكي. وبعد كده بحط بقى الصلصة، نبدأ ندخلها تحت الشواية. بصوا يا جماعة، شايفين اللون واللمعة وكل حاجة؟ شايفين الحلاوة بجد؟ يعني ما شاء الله، بالهنا والشفا لكل اللي كل منها. وده الشكل النهائي. اتمنى يا رب يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي، استنوني.